السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بصحه جيده. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم بعض الوصفات امازيغيه تقليديه. خبز ديال تونيرت والخبز ديال تفارنوت. هنايا غنصايبوا الخبز ديال التونيرت. داك الفران شعلنا فيه العواد، وهنايا ضروري ندهنوا داك الحيط ديالو بالزيت باش ما تلصقش العجينه. هذاك الزيت هو اللي تيدير الدخان. السيده تدهني يديها بالماء وتلصق العجينه، وتدير الغطا ديال الطاجين فوق هذيك العافيه باش ما تحرقش. صافي تلصقوا حتى تيطيب، تلصقوا من بعد تحيد هذاك الغطا ديال الطاجين وتغطيه من الفوق، تغطي هذيك الفرينه من الفوق وتخليه يطيب، ومن بعد تتحيدو وتعاود تقلبو باش يتحمر من الوجه الاخر. ها هو الخبز ديال تونيرت، تيجي محمر ومقرمل، تيجي غزال. وهنا الخبز ديال التفارنوت، هذا تيتقرص ويتقب بالفرشيطه، صافي ويهزو ويحطوه فوق الحجر. هذاك الفران ديال تفارنوت، هذه سميتها تفارنوت، وهذاك الاول داك الفران الاول سميتو تاكات تونيرت. نتوما كي تشوفوا تيطيب فوق الحجر هذا. وهذه واحد القصعه ديال السكسو مفتول باليد، فيه الزرع والشعير والذره مخلطين بثلاثه، ومخضر بالورق ديال اللفت، حنا تنسميوه افراس، والكرموس داك الكرموس الصغيور القران، والخضره. تيجي زوين وبنين بزاف هذا السكسو، نشهيتكم فيه. وهنا بغيت نوريكم واحد القلعه فوق الجبل، قلعه القلاوي، فيها منظر غزال، ولكن هربت كلها ما بقى فيها والو، تيبان فيها غير شويه. ولتحت كاين الواد، فيه واحد البراج صغير. ها هي القلعه تتبان لكم.
وهنا واحد الاكله اخرى امازيغيه حتى هي تنسميوها تاع الشات، حتى هي طيبناها فوق العواد. خرجت غير انا والوالده واحد النهار، واحد السيده مشينا غير للجبل وصايبناها، جات بنينه بزاف. غتصايب دقيق ديال الشعير والذره، ولكن حنا صايبناها غير بالشعير، ما درناش فيها الذره والزرع. وصايبناها باللحم، تتجي زوينه باللحم وبالدجاج البلدي. اللحم مع البصله والعطريه، تيكون فيها الكمون والزعفران شعره، شويه السمن وزيت البلديه، تتشحر اللحم مع البصله والثومه صافي. ونزيدو الماء وتناخدو هذاك الدقيق ديال الشعير، نديرو معاه شويه زيت الزيتون والملحه، ونرويو بشويه المرقه اللي غناخدو من الطنجره، ونصايبو منه قريصات. وتناخدو قضينا حنا بداك الشيء اللي لقينا، العواد ديال الشجر ديال اللوز غسلناهم مزيان ودرناهم فوق اللحم، وصايبنا خبيزات من داك الطحين ودرناهم فوق العواد صافي. وتنغطيو وتنخليو تطيب، وتناخدو هذاك الطحين الى طاب دغيا تيطيب اصلا الدقيق ديال الشعير، ونفرتو ونسقيوه بلاصوص، تيجي ما تشبعوش منه، تيجي بنين بزاف. هذه هي تاع الشات. ولا كانت كاع بالدجاج البلدي يا سلام، تتجي بنينه بزاف، وتاكلوها شويه تتشبع دغيا. ها انتم حنا درنا، مشينا للجبل درنا بيكنيك تاع الشات ولكن صدقوني راه تتجي بنينه بزاف. يلا نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذا الفيديو هذه، ويعجبكم هذه الوصفات الامازيغيه المغربيه التقليديه، صحيه بزاف، تتجي بنينه. يلا شكرا لكم خواتاتي، شكرا لكم على المتابعه ديال اتاي بلا شوب، ونضرب لكم موعد ان شاء الله مع فيديو جديد. يلا مع السلامه ان شاء الله حتى المره الجايه، وشكرا لكم بزاف. هي تاع الشات سقيناها ودرناها مع اللحم، وتتجي زوينه حتى مع الدجاج البلدي والبراد ديال اتاي مشحر.